يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم من قناة يامي تاتش. بيسعدنا نقدم أسرع وأذكى غدا ممكن تعملوه وبطريقة تقديم رائعة رح تنال على إعجاب العائلة والضيوف. خلينا نتعرف على المقادير. رح نبدأ بتتبيل الدجاج. لازم تكون أكبر من الموجودة أمامكم. ما ننسى نعبيها مي قبل ما ندخلها على الفرن. رح نحط الدجاج الآن ونحاول نثبته بشكل كويس. ممكن استخدام نكاشات الأسنان لتثبيت الأجنحة. رح ندخلهم على الفرن الآن حرارة 400 وممكن نضيف كوب مي مغلية. الآن رح نجهز البطاطا والبصل وممكن تستخدموا أي نوع خضار بتحبوه. رح نستخدم خليط التتبيل اللي رفعناه من تتبيل الدجاج ونخلط كويس حتى تتوزع التتبيلة على كل البطاطا. ندخلها الفرن بعد نص ساعة من دخول الدجاج. نتركهم حوالي 45 دقيقة حتى يستوي الدجاج كويس، والأحسن في نص الوقت تغطوا الدجاج بورق الألمنيوم حتى ما يتحمر زيادة. وممكن استخدام ميزان الحرارة للتأكد من درجة استواء الدجاج اللي هي 85 درجة. رح نبدأ الآن بعمل الرز. في طنجرة على النار نضيف الزيت، وبعدها رح نضيف البصل وعود القرفة وورق الغار وفلفل أخضر وليمون.
حتى نحافظ على لون الجزر.